أهلا بيكم، وحشتني جدا جدا من الفيديوهات اللي فاتت. النهارده راجعه لكم بوصفه خيال سهله جدا هتعجب الأولاد جدا جدا، الجيلي كولا أو الكاندي في البيت بثلاث طرق مختلفة. يعني هتعمليها. ويلا بينا على طول نبتدي في أول طريقة. أول طريقة هعملها بالمياه الغازية السوداء، تستخدمي أي نوع طبعا ما يكونش مقاطعة. وهنحط هنا نص كوباية منه وعليها 3 معالق كبار من الجيلاتين الباودر. بتجيبيه من أي عطار متوفر جدا وموجود، يعني حاجة سهلة جدا ان انت تجيبيه، او من كمان من مستلزمات الحلواني او من اي هايبر. بتحطي 3 معالق كبار كده هرميين على نص كوباية بس من المياه الغازية السوداء علشان تديكي طعم الجيلي الكولا الجاهز. وتقلبيه كويس جدا جدا علشان يدوب الجيلاتين كويس. وطبعا بتاخدي بالك لما يعمل كده تكتلات بتضيعيها نهائي. وبتقلبيه كويس جدا، اول ما تقلبيه هتلاحظي ان هو تقل كده وبقى زي الجيلي. وهو ده المطلوب. تقلبيه كويس جدا كده. طبعا لو انت عايزه تاخدي نفس طعم الجيلي كولا الجاهز بتجيبي من عند برضو العطار حاجه اسمها ريحه الكولا. بتبقى قويه جدا وبتديكي نفس طعم الجاهز. بتركني بقى الجيلاتين كده على جنب، ويلا بينا على طول نكمل الوصفه. هاخد كمان نص كوبايه من المياه الغازيه السوداء، وبحط عليها 3 معالق كبار من السكر. طبعا لاحظي ان هي مفيش اي سكر خالص، فلازم تزودي السكر شويه. وتحطي بقى معلقه كبيره من العسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز هنا فايدته ايه؟ ان هو بيديك المطه الحلوه بتاع الجيلي كولا الجاهز. تمام. وطبعا بيمنع ان هو يتسكر تاني. عسل الجلوكوز متوفر جدا يا جماعه، ودايما انصحكم بيه في كل وصفاتي اللي بتحتاجه، لان بجد حلو قوي ورخيص، يعني مش غالي ابدا. وبيقعد معاكي مده طويله، وطبعا هتلاقيه عند اي عطار. بترفعي بقى الخليط ده كله اللي هو السكر وعسل الجلوكوز والمياه الغازيه السوداء نص كوبايه على نار متوسطه. وبتبداي ان انت تقلبي. واول ما تبدا ان هي تغلي زي ما انت شايفه كده بتضيفي على طول الخليط بتاع الجيلاتين ونص كوبايه المياه الغازيه التانية. زي ما قلت لك على نار متوسطه، شايفين هتلاقيه بقى جامد كده وبقى زي الجيلي، هو ده المطلوب. وبقى بتحطي كل الكمية بتاعتك وتبدأي ان انتي تقلبيها. طيب المفروض ان هو بيبقى تحت درجة حرارة معينة. طبعا ما عندناش ترمومتر في البيت، مش متاح عند كل الناس. فهقولك ان هي تبقى نار متوسطة وبالظبط دقيقتين، يعني من اول ما يغلي تحسبي كده بالساعة معاكي دقيقتين بالظبط، ويكون هو كده جاهز. علشان يديكي نفس المطة بتاعة الجاهز. هتبدأي بقى تلاحظي ان هو يعمل فوران كده جامد، مفيش اي مشكلة خالص، ما تشيليش اي حاجة خالص، لان هو بمجرد ما انتي تطفي النار كل الفوران ده هيختفي وهيهدى تماما. انا مي شاهين، ودي قناتي على اليوتيوب. لو لسه اول مره تشوفيني طبعا يشرفني تبقي واحده من اسرتنا الجميله على اليوتيوب، وتشتركي في القناه وفعلي جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وطبعا زي ما انتم متعودين معايا في القناه ان كل الوصفات بتاعتي بتبقى مجربه 100%، يعني ان شاء الله هتنجح معاكي ومن اول مره. بس امشي على الخطوات وعلى المقادير بالظبط. طبعا هتقلبي كده كويس زي ما قلت لك دقيقتين بالظبط، وطفي النار. وهاتي بقى الخليط بتاعك وصبيه في حاجه كده ليها يعني زي السوسيره كده علشان تبداي ان انت تصبي في القوالب. بتجيبي بقى قوالب السيليكون دي او اي قوالب عندك بتاعت الشوكولاته بتاعت الجيلي كولا، مفيش اي مشكله خالص. وبتدهنيها كويس جدا بالزيت. خلي بالكم دي خطوه مهمه جدا، لان انت لو ما دهنتيش بالزيت هيلزق وهيبقى صعب جدا ان انت تطلعيه. بتدهنيه كويس جدا بالزيت، وطبعا بتستخدمي زيت يعني يفضل يكون ريحته كويسه ويكون طعمه كويس علشان ما يبانش قوي في الطعم. وتبداي بقى ان انت تصبيه، شايفين بيتصب بمنتهى السهوله خالص. طبعا هنا انا نسيت خطوه برضو مهمه، لازم تحطي القوالب دي على صينيه مثلا اللي هي هتدخل الفريزر او هتدخل التلاجة على طول، لان طبعا بيكون سايل، ولو انت ما استخدمتيش الصينيه هيبقى صعب جدا تحطيه في الفريزر. فاستخدمي صينيه مثلا او اي حاجه تحطي عليها قوالب السيليكون. طب انا لو ما عنديش قوالب السيليكون مفيش اي مشكله خالص، هتستخدمي قوالب التلج. ممكن كمان تستخدمي العلب البلاستيك العاديه، هوريكي دلوقتي انا اتبقى مني حبه فحطيتهم في علبه. شايفين الريم اللي على الوش ده؟ لو مثلا ظهر معاكي كميه بسيطه انت بس بتشيليه كده بالمعلقه بالراحه، لان هو في الاخر بعد ما يجمد هيبقى مش هتطلع الريم ده. باحطه في الفريزر بجد يا جماعة ربع ساعة بالضبط. شايفين أنا هنا باوريكم العلبة اللي أنا استخدمتها.
ربع ساعة بالظبط في الفريزر وهيبقى جاهز ومش هيسيح ولا هيبوظ ولا هيجراله اي حاجة خالص، وهيبقى جاهز ما شاء الله، وهتاكلي منه على طول. شايفين بقى المطة؟ شايفين بيمط ازاي؟ ما شاء الله، ومتماسك جدا ولونه نقي جدا. بجد وصفة خيال، حلوة جدا. وزي ما قلتلك بتزودي السكر شوية علشان هنا مفيش اي حاجة تانية مصدر للسكر غير السكر اللي انت بتضيفيه. بتجيبي كده القوالب وبتطلعيها من تحت كده مرة واحدة، لو فيها مثلا تفاصيل بسيطة زي البطة دي كده ما شاء الله. شايفين شكلها حلو قوي ولذيذ جدا. عايزة اقولك الاولاد كانوا مبسوطين جدا بيها. شكلها حلو وطعمها احلى، والجيلاتين عشان مظبوط ومقاديره مظبوطة طالعة، شايفين متماسكة جدا، ومطة حلوة قوي من عسل الجلوكوز. بتقلبيه بقى، وتعالي بقى اوريكي العلبة اللي انا استخدمتها. ممكن تقطعيها بالطول زي ما انا كده عملت في الفيديو هنا، ممكن تقطعيها مكعبات، مثلثات، اي طريقة عندك هتنفع. الفكرة كلها ان انت لو استخدمتي العلب دي بتحطي بس زي شايفين طبقة رقيقة قوي، يعني مثلا نص عقلة صباع. ليه؟ علشان ما يبقاش تخين قوي ويديكي نفس النتيجة بتاعة القوالب. استخدمي بقى كده سكينة بتكون حامية شوية وبقطعها زي ما انت شايفة كده. بجد من الوصفات السهلة، وزي ما انتوا عارفين الجيلاتين مفيد جدا للعظم وللصحة يعني. غير بقى اللي احنا بنشتريها من بره، الجيلي كولا دايما يقولك فيها مواد حافظة وفيها مواد اصلا ممنوعة على الاطفال، وبتبقى مش حلوة خالص عليهم، مع انهم طبعا طعمها بيبقى حلو وبيحبوها قوي. شايفين طلعت معايا شرايط ازاي؟ ما شاء الله شبه الشعريه بالظبط. فاكرين الشعريه يا جماعه اللي احنا كنا بناكلها واحنا صغننين؟ اهي ما شاء الله حلوه جدا. وتعالي بقى نتنقل على الوصفه التانية. طب لو مش عايز تعمليها بالبيبسي ممكن نعملها بالايه؟ بالجيلي. جبت نص كوبايه من الميه المغليه زي ما انت شايفه كده، واستخدمت باكو من الجيلي. بتستخدمي اي طعم انت حباه، طعم الفراوله، الاناناس، الموز، اي طعم بقى. وبتحطي الباكو كله. برضو طعمها طلع حلو جدا، لان طبعا الجيلي اصلا طعمه حلو، فلما يبقى في اي وصفة هتلاقي طعمه حلو. وبحط هنا بقى ايه معلقتين كبار بس من الجيلاتين، علشان طبعا الجيلي لوحده بيتماسك، فانا بحط بس الجيلاتين علشان يديني تماسك اكتر. فبحط معلقتين زي ما انتم شايفين كده هرميين، وبحط عليهم برضو معلقتين كبار من السكر. انا هنا ولادي بيحبوا يعني الحاجه تبقى مسكره، فعادي بحط بقى معلقتين كبار او معلقه، لان الجيلي بيبقى فيه سكر اصلا. وبتقلبي بقى كل المكونات دي مع بعض. يعني هقولك هنا في الفيديو 3 طرق علشان لو البيبسي او المياه الغازية مش موجودة استخدمي الجيلي، ولو لا دي مش موجودة او الجيلي مش متاح عندك هقولك ازاي برضو تعمليه في وصفة تالتة حلوة قوي. وزي ما قلت لك برضو هحط هنا معلقه كبيره من العسل الجلوكوز. طب لو مش متاح العسل الجلوكوز ممكن تستخدمي عسل النحل او شربات تقيل. لو ده مش موجود او ده مش موجود عادي جدا ممكن نستغنى عنه، بس هو الفكره كلها ان هو بيديك المطه الحلوه بتاع الجيلي كولا. وبتقلبي بقى كده كويس لغايه ما كله يعني يدوب كده مع بعض، وبترفعيه على النار لمده دقيقه واحده بس. طب ليه الجيلي دقيقه واحده بس مش دقيقتين؟ لان طبعا انت حاطه ميه مغليه، فده بيساعد ان الجيلي بيدوب مع الجيلاتين اسرع. ومن اول ما يغلي بتحسبي على طول دقيقة، وبعدين بترفعيه على طول من النار. وبتبدأي برضو تجيبي القوالب، وما تنسيش زي ما قلت لك خطوة مهمة جدا، لازم تحطي زيت، تدهنيه بزيت كويس قوي علشان ما يلزقش منك. وبتبدأي بقى ان انت كالعادة بقى بتصبيه في حاجة بيبقى ليها بوس كده صغير، علشان طبعا الكسرولة اللي انا عاملة فيها دي طبعا كبيرة جدا، والقوالب صغيرة. ممكن كمان على فكرة تستخدمي المعلقة صغيرة عادي، ممكن تستخدمي السرنجة عادي جدا. وفي قوالب سيليكون بتيجي معاها اصلا سرنجة جاهزة بتعبي بيها القوالب. ففي اي حاجة شايفين هي منتهى السهولة اصلا. وبتعبي كده القوالب بتاعتك وبتدخليها الفريزر لمدة ربع ساعة بالظبط. يعني تحسبي كده ربع ساعة على ايدك في الساعة، هتبقى جاهزة جدا وهتبقى ممتازة جدا معاكي. هاملة بقى كل القوالب بتاعتي وهتبقى زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. لو ظهر معاكي ريم او حاجة على الوش بتشيليه بمنتهى السهولة. بجد وصفة من الوصفات اللي انا ما ندمتش ابدا ان انا عملتها، وان شاء الله هعملها لهم على طول. ممكن تعمليها في الحفلات لو مثلا ولاد
وهتكملي بقى كل القوالب اللي عندك بنفس الطريقة وتدخليها الفريزر زي ما قلت لك ربع ساعة بالظبط وهتبقى جاهزة عندك. وحاجة بقى طبعا انت ضمناها في البيت وحاجة نظيفة عارفة انت حطاها ايه وايه هي المكونات بتاعتها. شايفين بقى ما شاء الله، شايفين بينط. يعني عايزة اقول لكم شايفين الطبق الصغنن ده كان باقي حبة برده وحطيتهم فيه. يعني عايزة اقول لكم باي حاجة مش لازم ابدا القوالب هتستخدميه وهتعمليه. شايفين الشجرة شكلها حلو قوي يا جماعة، مطتها رهيبة. وشايفين بتطلع بمنتهى السهولة، بتقلبي كده القالب من تحت وبتطلعي كل الكمية. تعالي بقى الطريقة التالتة علشان لو ما عندكيش المياه الغازية او الجيلي برضو هتعمليه. هجيب نص كوباية مية عادي جدا من الفلتر، يعني عادي جدا من الحنفية، وهحط عليها عصير الليمون. انا هنا هعملها بطعم الليمون النعناع. اول حاجة خالص هحط 3 معالق كبار من السكر. طيب لو انت مش عايزه تعمليه بعصير الليمون النعناع تعمليه بايه؟ باي عصير عندك. عصير البرتقال هيبقى حلو جدا، عصير مانجا، عصير فراولة، اي عصير طبيعي ممكن تعمليه بيه عادي جدا. شايفين هنا بقى حطيت معلقة كبيرة من النعناع المركز، شوربة النعناع المركز. شايفينه كان اخر حبة عندي يا جماعة. انا ده مش بستغنى عنه في الصيف ابدا، طعمه حلو جدا، حلو قوي، منعش جدا، والولاد عندي بيحبوه. فهحط هنا هعمل عصير من الليمون والنعناع. زي ما قلت لك ممكن تستخدمي عصير اي حاجه خالص، عصير ليمون لوحده هتطلع ممتاز، عصير كنتالوب، عصير بطيخ، كركديه، بجد اي عصير او اي حاجه تنفع عصير او مشروب يعني ساقع ممكن تعملي بيه الوصفه دي وهيطلع معاكي حلو جدا. يعني الكركديه لو الولاد عندك بيحبوه اغلي الكركديه وخديه وسقعيه واستخدميه على طول. احط بقى هنا ايه 3 معالق كبار من الجيلاتين البودر. طب ليه هنا حطيتي 3 معالق كبار؟ لان زي ما قلت لكم هنا مفيش بقى اي جيلاتين خالص، مفيش جيلي كولا، يعني مفيش سوري اللي هو الجيلي، فهتحتاجي الجيلاتين وتقلبي كويس وترفعيه على النار. واول ما يغلي بتبدأي تحسبي دقيقتين على الساعة عندك وبعدين بترفعيه بقى من على النار. وتعالوا بقى شوفوا الحركة بتاعتي دي، انا هلونه وهعمل منه 3 ألوان. يعني بقى هنا من عصير واحد بس هعمل 3 ألوان مختلفة. هحط هنا بقى في حاجات كده صغيرة علشان أبدأ إن أنا ألونه، وهسيب آخر حبة دول، يعني هقسم الكمية بتاعتي على 3. آخر حبة دول هسيبهم بنفس اللون كده اللي هو اللون النعناع، وهبدأ ألون الكميات التانية. هزود هنا بقى اللون الأخضر، هعمله لون أخضر غامق. بستخدم دايما الألوان اللي هي الألوان الجل بتديني نتيجة أحسن. وطبعا دي ألوان صحية غذائية طبعا، بتشتريها برضو من أي هايبر، متوفرة جدا وسعرها مش غالي أبدا يا جماعة. وزي ما قلت لكم الحاجات دي أنا بشتريها وبتقعد عندي فترة كبيرة جدا، مش عايزة أقولك بتقعد قد إيه، لأن انتي نقطتين بس بتكفيكي وبتديكي اللون اللي انتي عايزاه. شايفين هنا بقى اداني اللون الأخضر الغامق. العبي بقى في الالوان براحتك، وبجد دي امتع لحظه بالنسبه للاولاد، بيحبوا بقى الالوان والحاجات دي بتشدهم جدا، فبتديكي بقى الوان مختلفه يعني بيبقوا فرحانين جدا بيها. هنا بقى هستخدم اللون الاصفر، برضو حطيت كام نقطه كده منه على اللون ده، اداني لون اخضر فاتح جدا اللي هو الفسفوري، عارفينه بقى اللي هو الفاتح قوي ده. شايفين ما شاء الله، بجد وصفة حلوة جدا. استخدمي اي عصير عندك زي ما قلتلك، ولو لونه فاتح زي ما انا كده عملت بتلعبي بقى في الالوان براحتك. وعلى فكرة ممكن تستخدمي الجيلي مكان الفراولة، بتستخدمي مثلا جيلي اناناس وبتلعبي في الالوان بتاعته، بتحطي مثلا عليه لون احمر هيديكي لون بينك، بتحطي مثلا عليه لون اصفر بتزودي اللون الاصفر بتاعه شويه، بتحطي عليه لون اخضر، لون ازرق، يعني بتلعبي في الالوان براحتك جدا. الجيلي الفاتح ميزته بس ان انت بتلعبي في الالوان بتاعته وبيديكي اكتر من لون، وطبعا كل الالوان دي بتشد الاولاد، فبتلاقي نفسك عملتي اكتر من لون بحاجه واحده بس. بشيل بقى هنا على جنب وببدا ان انا اعبي القوالب بتاعتي. زي ما قلت لك ممكن تعبي بكذا حاجه، انا هنا بقى هعبي معاكي بالمعلقه الصغيره اللي انا استخدمتها عشان اقول لك ان اي حاجه ممكن تنفع. شايفين وبيتعبى بمنتهى السهوله خالص، يعني مش صعب ابدا. الفكره كلها زي ما قلت لك لازم تدهني القوالب دي بالزيت علشان لما تيجي تطلعيه من القوالب بيطلع معاكي بمنتهى السهوله.
هكمل بقى القوالب بتاعتي وهحطها برضو في الفريزر لمدة ربع ساعة، وبتطلع بالجمال ده. ايه الروعة دي يا جماعة؟ شايفين ده بقى اللون الفاتح خالص ما شاء الله اللي انا حطيت عليه الاصفر، وده اللون اللي سبته زي ما هو ما شاء الله. ايه الجمال ده يا جماعة؟ لا بجد روعة، وصفة حلوة جدا وطعمها حلو وسريعة. يعني هي الفكرة كلها ان هي سريعة، بسطتي الاولاد بحاجة بسيطة جدا، وحاجة انت ضمناها انت عاملاها في البيت. انتوا عارفين الاولاد بيحبوا الحاجات دي قوي. وبس بقى شلت كل الاشكال بتاعتي، اشكال حلوة قوي. وتعالي بقى، شايفين بقى بنوتي ما شاء الله ربنا يحميها لي ويحفظها، لازم طبعا تلعب. تقولي استني يا مامي انا هرتبهم لك انا. شايفين بجد وصفة حلوة قوي. ممكن تقدميها كده زي ما انتم شايفين. يا سلام بقى على اللمعة، ويا سلام على المطة بتاعته وطعمه، بجد يا جماعة حلوة قوي. وممكن كمان تزودي بقى سكر. انا هنا زودت سكر سنترفيش عادي اللي هو السكر الحبيبات، بتديني بقى شكل الكاندي اللي موجود بقى في ان انت بتبقى ان انت بتشتريه جاهز. بجد الوصفة دي عجبت الأولاد جدا. جربوها واكتبوا لي في الكومنتس ايه رأيكم. وما تقلقوش جدا لو سبتوها بره التلاجة مش هيحصل لها حاجة. انا سبتها يوم كامل بره التلاجة بعد ما طلعتها من الفريزر، ما حصلهاش اي حاجة خالص، ولا دابت ولا ساحت ولا الكلام ده خالص. وبألف هنا وشفا، هتعجبكم جدا. واستنوني في فيديوهات تانية كتير، واشوفكم على